السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش بان لكم الجيش الملكي كيضيع عليه؟ قسما بالله كيضيع عليه لقب افريقي وسط المغرب، وسط مولاي عبد الله. عمر هاد الاجواء ما غاديه تحقق الفريق ديال الجيش الملكي. جميع المقومات باش انه ياخذ هاد الكاس الافريقيه كانت موفره ليه اليوم، ولكن لسوء الحظ، وماشي لسوء الحظ، لقله التركيز من بعض اللاعبين ديال المنتخب ديال الفريق ديال الجيش الملكي. الجيش الملكي اليوم كان فريق مشتت ذهنيا في الشوط الاول، وخصوصا بعد تضييع ضربه الجزاء الاخرى. حريمات كيضيع ضربه جزاء اللي كتحرم الفريق الجيش الملكي من بطوله افريقيه وسط المغرب، وسط الملعب الايقونه ديال الملعب ديال مولاي عبد الله. كيفاش ضيعتي المره الاولى؟ فاش ماركيتي المره الاولى ما كنتيش خاصك انك تعاود تلعب وتماركي تلعب ضربه الجزاء في ضربه الجزاء الثانيه. ما كنتيش خاصك تضربها والو. المدرب كان خاصو يشوف مدرب اخر اللي يضرب هذه الكره هذه. علاش؟ لان المره الحارس الحيوانات عليك ضغط كبير، عليك ضغط ديال المغاربه، كلشي كيشوف فيك، عليك ضغط المغاربه تفكيرا كبير، عليك ضغط. واخا انت لاعب محترف ولكن ما قدرتيش تبين هذاك الاحتراف ديالك انك تمارك هذه ضربه الجزاء. انا ما كنتش كنفضل ان حريمه يضرب الضربه الثانيه ديال ضربه الجزاء الثانيه. وشنا في الدقائق الثواني الاخيره كنضيعوا بيت قدام الشبكه. واش هذاك البيت يضيع قدام الشبكه؟ واش هذاك البيت يضيع عباد الله؟ واش هكا ديروا لنا في كاس العالم؟ اللي كنقول لكم ان اللاعبين ديال البطوله الوطنيه راه ما يليقوش انهم يلعبوا في الضغط، ما كيعرفوش يلعبوا في الضغط. كون كان هذه المقابله هذه تلعبات في سان داونز كون جابوا اللقب من تم، ولكن دابا مني عارفين انهم لاعبين في بلادهم ولاعبين قدام الجمهور ديالهم ولاعبين في ملعب كبير وكلشي كيشوف فيهم كلشي كتموفر لهم، اما ضيعوا علينا اللقب، ضيعوا علينا اللقب. ميلودي سان داونز ولات كتعرف كيفاش تلعب الكره الافريقيه، الكره ديال شمال افريقيا. لعبت مع التوانسه ولعبت مع المصريين ولعبت مع الجزائريين، عرفت كيفاش كيمرضوا الكره. كتجي قدامهم كطيح لك تما، يبقى تما ما كاينوش، جالسين لك اللور، ما لعبوش لك على القدام، لاعبين لك على الكونتر اتاك، لاعبين على الكونتر اتاك. شتي البيت الثاني والبيت ديال اللي كان في الاورجو بالكونتر اتاك، بالكونتر اتاك. ما قدرناش اننا نبنيو كره الا في الدقائق الاخرى، ما قدرناش اننا نلعبوا الكره دقه دقه وما نزربوش. في الاخر ديال المقابله شنا اللعابه بداو كيلعبوا بداو كيلعبوا مع بعضياتهم باش غادي نقول لكم بداو كل واحد كيلغي بالغاه، كل واحد باغي يبين الفرقه ديالو، كل واحد باغي ماركي، باغي يكون. لا، ماشي هكا خاصها تكون، ماشي هكا خاصها تكون. باقي حنا ما كنعرفوش ندو الكؤوس الافريقيه وخصوصا في بلادنا. باقي عندنا اللاعب المغربي كيضغط، باقي عندنا عندنا ملي ما كنقدروش نرجعوا في المقابله، ما قدرناش نرجعوا في المقابله. الشوط الثاني المدرب ما كانش خلي حريمات، ما كانش خاصو يخلي حريمات انه هو اللي ماركي، كان خاصو يشوف لاعب اخر، لان حريمات صافي عليه ضغط كثير. ماركه الاولى اكيد ما غيماركيش الثانيه، كنا والله الا كنت متاكد بالله غيماركيش الثانيه. واللاعب في الاخر صافي جيتي قدام الشبكه وتضيعها قدام الشبكه وضيعتيها. الا ما ماركيتيش هذيك شنو غادي تماركي؟ شنو غادي تماركي؟ شكرا للجمهور. الجمهور بين على واحد النهائي اللي كان في المستوى، اقتلال كان في المستوى، الظروف كانت مهيئه ان الجيش الملكي انه يدير الكاس هذه، ولكن ما عرفناش شنو واش علاش الجمهور المغربي وعلاش اللاعبين المغاربه ما عندهمش مع النهائيات ومع الضغط، ما كيعرفوش يلعبوا تحت الضغط دائما. اودي الله العظيم الى مقابله، في المقابله كانت بين يدينا، عرفتي زلق لينا من يدينا. كلشي فرحان درك اننا ما ديناش النهائي، كلشي فرحان اننا ما ديناش النهائي. نهائي وتتويج زقناه في بلادنا، في بلادنا. لما ديناش هاد المقابلات في بلادنا، فين كنا غادي امتى غادي نديهم؟ واش غنديهم ملي غنكونوا لاعبين ضد مصر في القاهره، ولا غنكون لاعبين ضد الجزائر في الجزائر؟ الا ما ديناش هاد المقابلات في بلادنا وفيها التيانات امتى؟ الجيش الملكي ما لعبش مزيان في المباراه اللي كانت في جنوب افريقيا، وما لعبش مزيان في الشوط الثاني هنا.
ما لعبش مزيان، كان اللعابه خاصهم يلعبوا اكثر، كانت الكره خاصها تدور اكثر، كانت ما كانش في الاخر ما كانش خاصنا نقلبوا على الحلول الفرديه. السلام عليكم ورحمه الله.